السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم موديل شباب بزاف، راه طوندونس وسهل في خدمته. ما عليكم غير تركزوا معايا وان شاء الله تنجحوا فيه. انا فات فيا فصلت القماش ومن بعد جاتني الفكره باش نشاركه معكم، ان شاء الله تعجبكم. هذه درعيه يعني تجي عريضه وتلبس لاطاي كبيره، وانتي فصليها على حسابك، ديري المقاسات اللي حبيتيها. بسم الله على بركه الله. نبداو بهذا النموذج المصغر باش تفهموا مليح. هنا عندي القماش شريت 3 مترات، على خاطرش لاطاي هذه لاطاي الكبيره مولاتها كبيره يعني طويله. الا كانت لاطاي صغيره ديري 2 مترات ونص. هنا كما قلنا جبنا 3 متر في الطول، والعرض فيه متر ومتر ونص. نطويه اولا على الطول، ثم نطويه على العرض، يعطيني 4 طبقات. هذه الجهه المفتوحه، من الفوق تاني تكون الجهه المغلقه اللي نفصلوا منها الرقبه، وهذه الجهه المفتوحه. نبداو في التفصيل. الجهه كما قلنا الجهه المغلقه دائما هي اللي نديروا بها، اللي نبداو بها الجهه الاماميه، اي جهه فتحه الرقبه. نجي هنا ندير 9 سنتيمتر، ولا طاي صغيره ديري 8 سنتيمتر. هنا فتحه من الامام، فتحه الرقبه من الامام راح ندير 18 سنتيمتر. الا بغيتيها ماشي مفتوحه بزاف ديريها 16، ديريها 17. بغيتي تكبريها ويعني بغيتي رقبه مفتوحه ديري حتى 20، ما تفوتيش 20. وهنا نديرو الخط، يعني غادي نديروه هنايا في، لخاطرش غادي نديروه مائل، خاطر غادي نديرو الرقبه غادي نديروها في. نروحو الجهه الخلفيه للرقبه نهودو ب2 سنتيمتر، ونديرو التقويره تاعنا تاع الرقبه تاعنا. تبعوا معايا مليح، راني نشرح بالتفصيل الممل غير باش تفهموا مليح، خاصة المبتدئات. هذا الفيديو هذا موجه للمبتدئات. هنا غادي نروحوا لفتحة الذراع. اولا العرض تاع يعني العرض الا بغيتي الذراع يكون قصير ولا كانت لاطاي صغيره تنقصي من العرض القماش. انا درته نيشان على عرض القماش على خاطر مولاتها كما قلت لكم يعني لاطاي هذه كبيره، وهكا وجا يجي 3 كار نورمال. بغيتي تنقصي منه نقصي منه، يعني انت عبري الكم تاعك شحال بغيتي ديري فيه ونقصي على حسابه. هنا درت فتحه الذراعين، درت 21 سنتيمتر، ودخلت هنايا ب9 سنتيمتر. حتى فتحه الذراعين بغيتي تصغريها، ما كانتش وحده سمينه، بغيتي تصغريها ديري 19 18 حتى 17. هنا ابتداء من هذه النقطه تاع 9 سنتيمتر ندخلوا ب4 سنتيمتر، ونعاودوا في نفس من نفس النقطه تاني نهودوا ب4 سنتيمتر، ونديروا زاويه قائمه، ومن بعد نديروا تقويصه هكا صغيره، ونهودوا بخط مستقيم حتى لنهايه المقاس اللي رانا حابينه. بغيتي تنقصي من الطول نقصي من الطول، بغيتي ديري المقاس اللي بغيتيه. هاد القطع هادو فيهم 9 سنتيمتر في العرض، وهادو غادي يكونوا 4 قطع من بعد نحتاجوهم. نجو هنا ابتداء من نهاية فتحة الرقبة غادي نديرو خط مستقيم عرضه 2 سنتيمتر، والجهة اللي المقابلة ليه تاني هي من الجهة من الخلف، تاني هي نديرو نفس المستقيم تاني عرضه 2 سنتيمتر حتى لتحت، من البداية من نهاية فتحة الرقبة إلى آخر القماش. كملنا الرسالة، نروح دروك للمقص. هنا كما قلنا هذه فيها 2 سنتيمتر، غادي نبداو نقصو. غادي نروحو نشا للرقبه، هي الاولى نبداو بها الجهه الخلفيه اللي هودناها ب2 سنتيمتر، ونروحو هنايا لفتحه الذراع نهودو
ابتداء من 21 سنتيمتر. هذيك المقاس اللي درناه نهودو بهذيك مع هذاك القوس اللي درناه، ونهودو حتى لنهاية القماش. هذه هي. نروحو دروك الجهة الأمامية لفتحة العنق، نحلو الكتان تاعنا كيما هاك ونطووه بهذه الطريقة هذه. هذه الجهة الخلفية وهذه الجهة الأمامية. هنا وين درنا هذيك 18 سنتيمتر نجو هنايا نقصوها. هذه هي الرقبة وهذه هي الذرائية تاعنا. هنا كي درنا 2 سنتيمتر منا و 2 سنتيمتر في الخلف ولت لنا دروك 4 سنتيمتر. كي فتحناها ولت لنا 4 سنتيمتر. من بعد نوريكم كيفاش غادي نديروها وعلاش درتها. خلاص كملنا. نروحو دروك للتطبيق على القماش. كما راكم تشوفوا طويته راه فيها 4 قطع، 1 2 3 4. هذه الجهه المفتوحه طبعا كما قلت لكم، وهذه الجهه المطويه من الفوق، والجهه المطويه الاخرى ها مقابلتنا. طوينا القماش نطووه على الطول ثم نطووه على العرض، ونجو نبدو القياسات تاعنا. هنا نديرو 9 سنتيمتر فتحة الرقبة، وهنا نديرو 18 سنتيمتر فتحة الرقبة من الأمام، ونهودو هنايا ب2 سنتيمتر. نروحو للأكمام فتحة الذراعين 21 سنتيمتر. ندخلو هنايا ب9 سنتيمتر. نفس النقطة اللي بدينا منها نديرو مقاس 4 سنتيمتر، ندخلو ب4 سنتيمتر. الجهة المقابلة أيضا نهودو ب4 سنتيمتر، ونديرو الزاوية القائمة تاعنا، ومن بعد نديرو القوس تاعنا. نكملو المقاس حتى لتحت 9 سنتيمتر 9 سنتيمتر بالعرض حتى لنهاية القماش. وهنا نديرو 2 سنتيمتر في الجهة المقابلة من الخلف من الفوق ومن التحت من الجهة الخلفية، ونجي نسطرو المستقيمات تاعنا. نبداو بهذا تاع 2 سنتيمتر حتى لتحت، نعاودو تاني الجهة الخلفية اللي راها تحت ثاني حتى نعاودو نسطروها، ونجو هنايا تاني نجو من عند وين كمل القوس تاعنا نهودو كما قلنا ب9 سنتيمتر العرض حتى لتحت، نديرو مستقيم نسطروه ونروحو للمقص. اولا نبداو بفتحة الرقبة نقصوها من الخلف اللي هودنا ب2 سنتيمتر، ونعاودو نروحو للكمام فتحة الذراعين للجانب نقصو هذاك المستقيم اللي درناه، ونروحو للطول. الطول غادي نعبروه من الامام. ما صورت لكمش هذا كما قلت لكم كنت ديجا مفصله من الامام، وهذاك نعاودو بعد نوريكم كيفاش عبرنا. ومن بعد نجو هنا للجانب نفس الطول اللي درناه من الامام نفس القياس نطلعوه، بصح نطلعوه ب4 سنتيمتر باش ما تجيناش مهوده منا ومنا. ونجيب المسطره ونسطرو ونمقصوه.
نوريكم كيفاش نقيسو الطول من الامام. نجو هنايا من فتحة بداية فتحة الرقبة او بداية الكتفين، نهودوه حتى لتحت، نحط لتحت بخط مستقيم. هذا هو الطول تاعنا. كملنا دروك الطول، نروحو دروك لفتحة الرقبة كما وريت لكم في النموذج المصغر. نحلو القماش ونطووه الجهة الأمامية مع الجهة الأمامية والجهة الخلفية مع الجهة الخلفية. نسقدوه مليح باش ما تجيناش حاجة عوجة، باش يجينا نيشان. هذه هي الجهة الخلفية، وهذه الجهة الأمامية اللي كانت فيها الفي هذاك. هذه قبل ما نقصو كانت كيما هاك، دركا قصيناها هكا ولا. هذه هي القندورة تاعنا، هذه هي الدرائية تاعنا. شوفوها الكول فيه الكمام، ونروحو نطبقوها على ماكينة الخياطة. ان شاء الله نتلاقو. الحاجة الاولى اللي نديروها، جيبوا القطعة من هذوك القطع الاربعة اللي نحيناهم من الجوانب، اللي العرض تاعهم 9 سنتيمتر. نديرو فيها مستطيل. هذيك القطعة اللي فيها 9 سنتيمتر نديرو فيها 8 سنتيمتر في العرض. الطول نخليه كما هو، ونطووها من الجوانب منا ومنا، ونحدوها. يكون فيها العرض تاعها، هاد القطعة هذه محدة، يكون فيها العرض تاعها 4.5 سنتيمتر. ونجو الجهة الخلفية للقماش، ونحطوها على هذاك المستطيل اللي درته فيه 4 سنتيمتر من الجهة الأمامية، ونخيطوها مباشرة. نخيطوها في الجهتين، نديرو زيبانك ونخيطوها منا ومنا في الجانبين. كما قلت لكم، هي الوجه تاعها يكون من الفوق، ونحطوها على ظهر القماش كما راكم تشوفوا. نجي دروك على ماكينه الخياطه كما وريتكم، رانا ملصقين هاد القطعه بالزيبانك مليح حتى لتحت، ونجي نخيطو من الجهه اليمنى هكا حتى لتحت. كملنا هذيك الجهه اليمنى، نروحو دروك للجهه اليسرى ثاني هي نخلو لي زيبانك تاعنا ما نقلعوهمش، ونعاودو كيما خيطنا هذيك نخيطو هاد الجهه. كملنا الجهه اليسرى صاي، درك راها مشدوده منا ومنا. نقول على الزيبانك تاعنا ونجي نخيطوها في الوسط من الفوق حتى لتحت بخط مستقيم. كملناها. دروك نروحو للقطعة الثانية من هذوك الأربع قطع اللي خليناهم، اللي فيهم 9 سنتيمتر في العرض. نجيب القطعة الثانية نقسموها كيما هكا في المنتصف، نقسمها على 2 على الطول، ونجو نخيطوها بهذه الطريقة كيما البي. نطوو منا ومنا، ونعاودو نطوها في المنتصف. وباش ما تغبناش نحدوها على 2، وبعدا نخيطوها. نديرو قطعتين، نحتاجو قطعتين من هذا نجو كيما هكا نحدوها في المنتصف تاعها، نطوها على 2 في جهة الطول، ونحدوها غير باش ما تغبناش. نعاودو نروحو لماكينة الخياطة، راها مطوية على 2، نجو نطوها منا ومنا ونخيطو. خيطلاو كيما وريت لكم قبيل.
نطوي شويه من الجانب وشويه من الجانب ونخيطوها، نديرو هكا كيما الكوردون هكا. نخيط القطعتين ونعاود نرجع لكم. هادوك القطعتين اللي خيطتهم دروك نعمرهم هنايا. نبدو بالقطعه الاولى ونعمروها في هذيك السفيفه اللي درناها قبيل، اللي خيطناها في الجوانب، عاودنا خيطناها في الوسط اللي جايه في الامام. راني نشرح لكم مليح. هذيك القطعه نعمروها هنايا كما نعمرو لاستيك، نعمروها من بدايه يعني من نهايه القماش حتى عند الرقبه. ندير لها هنايا ايبانغل باش نشدوها، ونروحوا القطعه الثانيه ثاني هي نعمروها كما عمرنا هذه الاولى. نعاودو ثاني هي نخرجوها من فتحة العنق، نشدوها ثاني هي بلي زيبانك هكا. راني متاكده اي مبتدئه عمرها ما فصلت ولا خيطت تبعني ان شاء الله، وباذن الله راح تنجح فيه. راني نشرح لكم بالتفصيل الممل، ان شاء الله ما نكونش كثرت عليكم. واي تساؤل ولا حاجه ما عجبتكم، الانتقاد ولا اقتراح، خلوه لي في التعليقات. شوفوا كيفاش جات. دروك نجيبوا القطعه الثالثه من هذوك القطع اللي الاربعه اللي كانوا عندنا اللي فيها 9 سنتيمتر. نعاودوا نفس الكلام. دروك غادي نقلعوا منها السفيفه هذه اللي غادي نديروها في لافينيسيون تاع الرقبه. غادي نجيو هنا نقلعوا منها قطعه فيها 3 سنتيمتر في العرض. بغيتو تعبروا الرقبه تاعكم وتخلوا ديك الزياده تاع 5 سنتيمتر ولا 10 سنتيمتر كاع زياده وتقطعوا، تبغوا تخلوها هكا على طولها كي تكملوا قطعوا. انا خليتها على طولها. ونجو هنايا نبدوها من جهه الفتحه الاماميه تاع الرقبه، وين درنا لي زيبانك، وين عمرنا هذوك السفيفات ودرنا لي زيبانك راكم تشوفوا. ونجيبوا القماش هكا على الوجه تاعها، الوجه تاعها من الفوق، ونجيبوا هذيك القطعه نديروا ثاني وجهها الوجه ونحطوها، نخلو واحد 5 سنتيمتر ولا، ونخلو واحد 5 سنتيمتر من هذيك الشريط نخلوه على برا من الهيه، ونعاود نبدو الخياطه من ابتداء من هذيك 5 سنتيمتر، ونبدو نخيطو كيما هكا. كما قلنا ابتداء من فتحة الرقبة من عند الفي، وندورو به كاع حتى التالي. وما ننسوش دائما البوانطاري في البداية والنهاية تاع خياطة اي قطعة. كملنا وصلنا للبداية تاع السفيفة هذيك اللي بديناها والنهاية تاع هذه. شوفوا من بدينا، شوفوا الفتحة تاع الرقبة تاع الفي، نخلوها مباشرة مع هذيك النهاية تاع القطعة هذه، باش ما تجيناش عاوجة تجينا مايلة ولا تجينا نيشان معاها. نحبسو هنا. شوفوا ونجو دروك نطفو الحاجه الزايده كيما هادوك السفيفات اللي كنا دايرهم لي زيبانك اللي عمرناهم، هادوك الكوردون هذاك نطفوه نقطعوه، نخلو فقط الحاجه اللي غادي نسحقوها.
الزيادات هادو كاع نقلعوهم غير بالعقل. هذه هي. نجو هنا نكرونتو كاع الدائره لو تور تاع الرقبه تاعنا. نكرونتو يعني نقطعو، نديرو قطع، يعني نديرو نمقسو بصح عند نحبسو عند الخياطه، ما نفوتوش الخياطه، ندورو كاع بالرقبه، وخاصه هنايا في الكتاف وفي الامام، باش كي ندوروها ما تجيناش مكمشه. شوفوا كيما هكا، نوريكم مليح. انا مازال ما قطعتش هذيك الشريط، شوفوا كيما هكا غير بشويه وما نلحقوهاش الخياطه. اللي اول مره دير رقبه كيما هذه بالك تغبنها وما تخرج لها الشابه كلشي، بصح تعاود 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 حتى تنجح فيها. هي سهله ماشي حاجه. سمحوا لي حبيباتي نعتذر منكم، المقطع اللي فيه وين خيطت ولصقت هذيك السفيفه في الوسط هنايا، هذاك الشريط اللي درته في المونتاج مشى لي، نعتذر منكم. تمنيت لكم تشوفوني كيفاش وريتكم كيفاش نلصقوه. المهم جيت في الوسط نيشان وقطعت هذاك نقص هذيك القطعه اللي كانت هذيك اللي كانت زايده 5 سنتيمتر ولا هذيك قطعتها تلصقيها مع بعض هنا في الوسط نيشان، باش ما تجيكش خاطش هذه في لقلها تكون تكون في الوسط نيشان. الخياطه تاعها خصها تكون خياطه الوسطانيه تاع هذه مع الخياطه الوسطانيه تاع هذا الشريط اللي درته هذا اللي فيه 4 سنتيمتر. المهم خيطتها وتقطعي هذاك الزياده هذيك، وتجي هنايا تعاودي تتنيها كيما هاك، تطويها بحيث هذيك الخياطه هذيك اللي راها ملصقه الشريط مع لاغوب تجي هنايا في الفوق ما تجيش في التحت ما تجيش الفوق، تجي في القنت نيشان. دوك نوريكم كيفاش نخيطها. وتبدي هنايا تبدي من هذه البدايه تاعها تاع الخياطه، ما تبديش من جهه اخرى. ديروا الخياطه تاع هذاك الشريط اللي درته تاع اللي درته تاع 3 سنتيمتر، ديريه نيشان الخياطه اللي لصقت بها هذاك ديريها مع الخياطه تاع الوسطانيه تاع هذاك الشريط اللي درتيه في لاغوب تاعك اللي فيه 4 سنتيمتر، وتدخلوا الخياطه كاع لداخل كلش، هذاك القماش اللي مخيط كاع دخلوه لداخل، وتطووا هكا على 2 وتعاودوا تطووها كيما هكا، تشدوا هذيك الخياطه هذيك من هناك باش راكم تشوفوا فيها باش تجي في القنص باش ما تجيش عوجه، وتدخلوا كاع هذيك الخياطه لداخل وديروا هذيك الكفه تاعكم. من بعد نوريها لكم جاهزه ان شاء الله غير تكونوا فهمتوا. هنايا نجو دروك للجوانب، نجو الجانب تاع الدرائيه تاعنا باش نقفلوها من الجوانب. نبدو من عند بدايه الكم، ما نبدوش من تحت عند نهايه الذراع هذا، نبدو نهودوه حتى لتحت نقفلوها من الجانب هذا، نخيطوا الجهتين. وطبعا اللي عندها سيرجي دير سيرجي. كملنا جهه نروحوا الجهه الثانيه. كيما خدمنا الاولى نبداها من الفوق ونهودوه حتى لتحت. ما نساوش طبعا بوان ضريب دائما كيما نعاود نفكركم فيها بها دائما في النهايه وبدايه الخياطه اي قطعه. كملنا دروك لصقنا الجهتين، وصلنا الكفه تاع الكمام. انا تعمدت ما نديرش الكفه تاع الكم كما يديروها البعض قبل من نقفل الجوانب باش تجي لا فينيسيون شابه. لصقت الجوانب وتجي هنايا تحلي هذيك الخياطه اللي خيطتي اللي لصقتي بها الجوانب تحليها في الوسط باش ما تجيكش باش تجيك حاجه شابه، وتبدي تطوي كيما هاك. على بالكم لا فينيسيون تلعب دور كبير كبير في الخياطه. شوفوا حتى السفيفه البيضاء هذه ما تبانش، غادي ندركها انا ما قلعتهاش على خاطر غادي تدرك بالخياطه.
كاين زوج صوالح يلعبوا دور كبير في الخياطه، لا فينيسيون والحداده. يعني كتحدي الحاجه، كتحديها دائما تجي حاجه راه كتخدمي وتحدي تخرج لك واقفه، تخرج لك شابه بزاف وتعطي نظره شابه للحاجه اللي خدمتيها. نروحوا لكم الثاني نكملوه بنفس الطريقه كما بدينا كما درنا الاول. ونجو دروك للمرحله الاخيره اللي هي الكفه. الكفه نديروها عاديه كيما نديرو كاع الكفات تاع لي غوب اللي موالفين نديروهم نورمال. مي هنا عندنا كي نديروها ما نمسوهاش بهاد السفيفات هادو، الكوردون هذا ما نمسوش بالخياطه، ما نخيطوش باش نخلوه كيما هكا وحده، باش نقدروا نتحكموا في الطول تاع الدرايه تاعنا. خاطر هاد الدرايه غادي تشوفوها من بعد تقدري نتيا تطوليها ولا تقصريها كما بغيتي بهذا الكوردون. ونديرو الكفه تاعنا حتى للتالي. نتمنى الفكره وصلتكم وان شاء الله تستفادوا منها. خلوا